لمحات من كيميت مع إسلام مكرم. نفر هيرو. النهاردة هنتكلم عن بردية طبية اسمها بردية إدوين سميث. هي من أقدم النصوص الطبية المصرية. اتسمت بالاسم ده لأن اللي اشتراها كان إدوين سميث، واشتراها من أحد تجار الآثار في الأقصر. الكلام ده كان سنة 1862. يرجع تاريخ البردية للأسرات 16 و17، حوالي 1600 قبل الميلاد، يعني في عصر الانتقال الثاني. طول البردية يصل ل5 أمتار. هي مكتوبة بالخط الهيراتيقي بالحبر الأسود والحبر الأحمر. البردية دي قدمت لنا معلومات واضحة تشهد بالتقدم العلمي المذهل للطب في مصر القديمة. احنا ما نعرفش بالظبط اسم الطبيب أو الأطباء اللي كتبوا هذه البردية، إلا أنه من المرجح أن تكون البردية قد استعانت بنصوص أقدم وخبرات متوارثة ترجع ربما إلى عصر إمحوتب، الطبيب والمهندس والحكيم الأشهر في التاريخ الإنساني كله، يعني الأسرة الثالثة. إمحوتب عاش في عصر الملك زوسر. مفيش شك طبعا إن كل الأطباء اللي جم بعده اتعلموا منه ونقلوا عنه، لدرجة إن الإغريق وصل بهم الأمر إنهم قدسوه واعتبروه إله الطب والعمارة. دايما بنقول إن أبوقراط هو أبو الطب، لكن أنا أعتقد إن إمحوتب أحق بهذا اللقب. إمحوتب هو أبو الطب الحقيقي. الأطباء اللي كتبوا البردية دي أولوا أهمية قصوى للمسائل الجراحية. النص بيوصف 48 حالة إصابة متنوعة ما بين الجروح والكسور والأورام. البردية بتوضح طبيعة كل إصابة والطرق النموذجية لمعالجة هذه الإصابات، إصابات الرأس ثم إصابات الرقبة والذراعين والجذع. وتستمر البردية في الوصف بترتيب تشريحي تنازلي. البردية أيضا بتشرح طرق الفحص الموضعي عن طريق اللمس أو الشم أو أخذ النبض. بعد الفحص يقوم الطبيب بالتشخيص وبعد كده يحدد العلاج. الأطباء في كيميت كانوا يستخدمون طرق كتيرة جدا في العلاج، من بينها إغلاق الجروح بالغرز، التضميد، التكبير، الكمادات. كانوا بيلجأوا لمنع وعلاج العدوى عن طريق العسل، ووقف النزيف باللحم النيء. الطبيب كان بينصح مريضه بعدم الحركة إذا كانت الإصابة في الرأس أو في الحبل الشوكي، بالإضافة إلى كسور الجزء السفلي من الجسم. في الحالة دي برضو كان بينصحه بعدم الحركة. البردية بتوضح تأثير إصابات الدماغ على الوظائف الحسية والحركية اللي بتصل أحيانا لحد الشلل. الباحثين في البردية كانوا بيعتبروها إن هي بردية بتدرس حالات الإصابة الناتجة عن المعارك العسكرية. بس هم ما نسيوش يخصصوا جزء مهم لأمراض النساء. كما أن هذه البردية هي أول وثيقة طبية في التاريخ تصف سرطان الثدي. بردية إدوين سميث تعتبر وثيقة فريدة من نوعها، لأن البرديات الطبية الأخرى اللي وصلت إلينا كانت دايما بتخلط بين الطب والطقوس الروحية والسحرية، زي مثلا بردية إبرس على سبيل المثال. اضغط متابعة للصفحة ولايك وشير. كيميت، أصل كل شيء.